مجدي عبد الغني الأسطورة. أيوة، هو بيسمي نفسه كده وبيقول أنا أسطورة كرة القدم المصرية. مجدي عبد الغني بيحكي عن أصعب موقف قابله في حياته، وبيقول أصعب موقف في حياتي حصل معايا كان داخل النادي الأهلي. ساعتها أحد المدربين بلغني بأنهم هيستغنوا عني وقال لي أنت مش هتكون معانا الموسم اللي جاي، يا ريت تشوف لك نادي تاني قبل بداية الموسم الجديد علشان ما تقعدش في الشارع. مجدي بيقول أنا مش هقول اسم المدرب ده، لكن خليني أقولك إنه كان عاوز يدمرني ويدمر مستقبلي، رغم إني كنت من أفضل لاعبي الأهلي في الوقت ده. ورغم كده المدرب ده ومعاه مجلس إدارة الأهلي في الوقت ده كانوا عاوزين يستغنوا عني في نهاية الموسم. ساعتها رحت للمدرب ده أطلب منه آخد فرصتي وأحقق نفسي علشان أكون موجود في الفريق، لكنه رد عليا رد قاسي قوي واستفزني لدرجة إني انفعلت عليه وقلت له أنا مش همشي مهما حصل وبكرة هفكرك. بصراحة وقتها صعبت عليا نفسي وما لقيتش قدامي غير ربنا علشان أتكلم معاه. بكيت بدموعي ورفعت إيدي للسما وقلت له أنا ماليش غيرك، والنبي يا رب ما تخذلني وما تكسفنيش. أنا بحب الأهلي ونفسي أكمل فيه وأحقق حلمي وحلم أهلي وأسرتي. مجدي عبد الغني في برنامج كلم ربنا اللي بيقدمه الزميل الصحفي أحمد الخطيب على راديو 90 بيكمل كلامه وبيقول وقتها كان باب السماء مفتوح وأنا كنت بترجى ربنا إنه يقف معايا، وبالفعل يشاء سبحانه وتعالى إن المدرب ده هو اللي يمشي ويجي مكانه مدرب تاني. ولما المدرب الجديد شافني قال لي أنت لاعب مميز، وسألني إزاي كانوا عاوزين يمشوك، أنت هيكون لك شأن كبير في الأهلي وفي مصر كلها. والحمد لله أديني بالفعل بقيت أحد أساطير الأهلي في مصر كلها. مجدي بيكمل كلامه بيقول مش بس الموقف ده اللي كلمت فيه ربنا، لكن في لحظة تانية كلمت فيها ربنا، ودي كانت لحظة عمري كله، وهي لحظة ضربة الجزاء في مباراة مصر وهولندا بكأس العالم 1990. ودي بعتبرها أكبر وأطول لحظة أكلم فيها ربنا. ساعتها وأنا رايح أسدد ضربة الجزاء قلت لربنا كلام كتير جداً، اللي فاكره إني كنت بقول له استرها معايا يا رب وما تخذلنيش وما تكسفنيش. والحمد لله مناجاتي لربنا كان وراها استجابة كبيرة وجت جون، وكان هدف تاريخي لأنه أول هدف لمصر في كأس العالم. ده غير إن أنا أول لاعب في التاريخ بيسجد في ملاعب كرة القدم، وأول لاعب يسجد في بطولات كأس العالم، وأول لاعب سجد في الملاعب الأوروبية لما كنت بلعب في البرتغال. أنا اللي علمت الناس كلها تسجد بعد إحراز الأهداف، ولما كل لعيبة مصر بقوا بيسجدوا في الملاعب بعد تسجيل الأهداف. منتخب مصر بعد كده بقى اسمه منتخب الساجدين. يعني تقدر تقول أنا اللي سنيت سنة حسنة وخليت كل اللعيبة تسجد لله شكراً في الملاعب. ما تنسوش تشتركوا في قناة مصر اليوم على يوتيوب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل الأخبار أول بأول.